تخيل معايا انك في الصباح وملي كتفتح الباب ديالك تلقى الزنقه اللي كنتي كتعرفها ولات بحر. لا صوت ديال الناس، لا حركه ديال الطوموبيلات، غير الماء والصمت. هذا ماشي مشهد من فيلم سينمائي، هذا الشيء الواقع اليوم في مدينه القصر الكبير في شمال المغرب. مدينه كانت عامره بالحياه، بالضحك، بالحركه وبالاسواق. اليوم كتبان بحال الا وقفت فيها الساعه. القصر الكبير مدينة ما ماتش، ولكن تعرضت لضربة قاصحة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات اللي عرفتها المنطقة. الوديان فاضوا، والمدخل للديور، والزنقة تقطعات، والناس مبقاتش قادرة تخرج إلا للضرورة في البدية، ومن موراها اضطرات أنها تخوي. الخوف تسلل القلوب، خوف طبيعي، حيت ملي كتغرق الأرض تحت رجليك حتى الإحساس بالأمان كيتهز. ولكن القصة ما فيهاش غير هذه الصورة الظلامية. من الساعات الأولى السلطات المحلية كانت حاضرة في الميدان، وقاية المدنية كتدخل، الأمن كيسهل الحركة، والقوات المساعدة كتعاون العائلات المتضررة. كاين عمل متواصل ليل ونهار باش يتم احتواء الوضع وتقليل الخسائر قدر الإمكان. التدخلات طبعا ما كانتش سهلة، حيث قوة الأمطار فاقت التوقعات، ولكن رغم هذا الشيء المجهودات ما وقفتش. اليوم القصر الكبير هادئة، ولكن هذا الهدوء ماشي ديال الاستسلام، هذا هدوء ديال الحذر، ديال المدينة اللي كباقا كترقب وكتحاول تداوي جراحها وباغية ترجع توقف على رجليها. القصر الكبير محتاجة تضامن، محتاجة الوعي، ومحتاجة شوية الوقت. القصر الكبير كدوز اليوم من مرحلة صعيبة، ولكن التاريخ ديالها كيقول انها مدينة ديال المقاومة، وكتعرف كيفاش ترجع للحياة. والايام الجاية غادي ان شاء الله تكون حاسمة. يبقى الامال في الله كبير، ونتمنى سيدي ربي يدير لنا وليهم الخير.